التابع لقيادة مقرصات بجماعة عين بيضاء بإقليم وزان يحافظ جواد حقوني على التراث عبر اهتمامه بأحد المعاصر التقليدية لزيت الزيتون، يعمل على تشغيلها بالاعتماد على الدابة، كما لو أن التاريخ الماضي لازال قائما. تدور الراحة لتطحن الزيتون وتمنح زبائنه مبتغاهم من زيت يهواها كل محب لما هو تقليدي. كاين المواكن ديال كونتيني، كاين مواكن ديال الحجره، ولكن المواطن كيتفضل خصو الزيت ديال الحجره الطبيعي، لان كتطحن طبيعيه. كنغسلو الزيتون، كنجيبو كنغسلوه، كندخلوه، كيدور عليه البهيمه الحجره، كنطحنوه، كنعصروه عادي، كنرفدو الزيت صافيه، لان الجوده فيها مزيانه، ما تحرق فيها حتى حاجه، طبيعيه اصليه. كنهزوه. لزيت المعاصر التقليدية محبين يقصدون وزان في كل موسم من مختلف المدن لاقتنائها لأسباب مرتبطة بثقة الزبون في جودتها. كنفضلوا الزيت ديال المعصرة ديال التقليدية لأنها طبيعية 100%. هذيك العصرية كيتخلط معها الماء وشوية، والزيت ما كتجيش 100%. أنا مرة كنجي من الجبل، من الجهة ديال بني رزين، كنجي لهنا، وكنسكن في طنجة، كنجي من طنجة أو كذلك لهنا دائما، كل عام كنجيو نديو الزيت من لهنا. زيت الزيتون المستخرج من المعاصر التقليدية بوزان لها إذن زبائن شغوفين بما هو تقليدي مرتبط بتراثنا.